حتى الآن أوساسونا متفوق بنقطة وحيدة عنه وعلى ركلة البداية أمام جمهور غفير، جمهور وحضور عموما نادي أوساسونا يفتقد اليوم اللي هداف الفريق الأرجنتيني تشيمي أفيلا. اللاعب فايكانو الفارو غارسيا على الجهة اليسرى، عرضية مباشرة من غارسيا لكن أصابت من يعني المنافسين الكبيرين الاسمين الأكبر والأضخم الصورة. هذا المدرب السيد أراساتي باتجاه الجبهة المفضلة حتى الآن الناحية اليسرى شديد، لمسة 1-2 وانتو عرضية داخل منطقة الجزاء لليغا والعشرين تاريخيا. كرة من هناك لصالح أوساسونا في انطلاق فايكانو، طويل الكرة على الجبهة اليسرى الفارو غارسيا، ركلة 1-2 فران غارسيا محاولة العبور، يا مور غارسيا خطير الكرة مباشرة وإيتر فرنانديز يتصدى كيكي بارخا، مناولة طويلة لمسة بالراس انطلاعات من جديد غارسيا في وضع التسلل رابع الترتيب، بينما بلباو في المركز السابع، بالتالي مزيد من الإثارة. انطلاقة جديدة في الناحية اليسرى خطيرة الكرة من فايكانو، لاعبين اثنين أمام يعني إيبانيز يقود الكرة بمجهود فردي، عرضية إيبانيز لمسة فايكانو يريد المزيد بكل تأكيد، كرة عرضية لكن الكرة عميقة، لكن قراءة دفاعية سهلة للتين. عودة باتجاه حارس المرمى ستول ديمتريفسكي، الفارو غارسيا يبحث عن زميل يجد مساند تقدم، البحث عن ثغرة بينية رائعة، لقطة خطيرة داخل صمد الزلزولي النجم المغربي الواعد، النجم المغربي المتألق زلزولي، مناولة طويلة باتجاه المهاجم صاحب الخبرة كيكي غارسيا، وحكم اللقاء يشير إلى رمي التماس. التقدم والمساندة الهجومية، لقطة خطيرة داخل منطقة الجزاء، التف سريعا وصوب متسرعا الفارو، تنقل ما بين أندية عديدة منها نومانثيا ليفانتي، لعب لفيريال بي ويلعب موسمه الأول. طويل الكرة على مانو سانشيز، عبد الصمد الزلزولي مجددا، عرضية خطيرة خروج حارس المرمى، الخطر باقي، محاولة تصويب من بعيد ومن جديد ستول ديمتريفسكي يتصدى لواحد في الجبهة اليسرى خطيرة الفارو غارسيا، ريداني في التصدي والضغط متواصل من كوميسانيا سانويل بالازون، كرة من جديد لكن جانبية، كرة طويلة صعب جدا. كاميو وإيزي بالازون يقدم الدعم، كيكي يتوغل، الكرة تطول على كيكي بارا، عبد الصمد الزلزولي ايضا امامه لاعبين اثنين، بالتالي يفقد المحاولة ويبقى على ارضية الميدان. بالازون امام المرمى، هدف اول، حارس فرنانديز بهدوء، كرة الارجنتيني تريخو بعد عدة محاولات عدة مناولات أخيرا تجد كرة تريخو طريقها للشكار. تريخو النجم الأرجنتيني قائد من السابق ولكن الخطر باقي. إيزي بالازون جول، هدف ثاني رائع لصالح فايكانو، والطريق أصبح مفتوح، أصبح ممهد باتجاه شباك فرنانديز. تفاعل جماهيري من خلال هدف ثالث إيزي بالازون، مناولة عميقة لروبن غارسيا، بينما سجل الفرنسي فلوريان لوجين هدف فريق فايكانو الوحيد. كاميو ومور يراوغ بكعب القدم، كاميو لصالح أوساسونا عن طريق الجبهة اليسرى، مانو سانشيز يفوز على أوساسونا، عرضية خطيرة في القائم الأول حاول فيها المدافع من المنطقة، طبعا عرضية خطيرة ريداني بالراس، لمسة عالية بعيدة، ثاني لقطة خطيرة داخل منطقة الجزاء، مشروع هدف التقليص يضيع في اللمسة الأخيرة، لكن خروج العملاق كل ما تقدم الوقت زاد الضغط على فريق أوساسونا بالذات، لكن كما قلنا بقاء الفارق هدفين. يبقى السيارة من بعيد لأوساسونا، هدف رائع، جول، هدف رائع من موي غوميز، يضرب بقوة، عرضية من أجل التعادل، ديمتريفسكي يحمي شباك فايكانو من راسية مارعل، عبد الصمد زلزولي وعرقلة واضحة، باتيسيس ليكون بديل سونا بخروج